وسط التجاذبات السياسية الفرنسية وغليان الشارع الفرنسي على خلفية تصريحات رئيسة البرلمان الفرنسي إيل براون بيفي المثيرة للجدل، والتي أعلنت صراحة عن دعم الكيان الصهيوني بكل الوسائل، جاءت سيارة ماكرون اليوم في إتمام لمسار القادة الغربيين الداعم للكيان في حربه الإبادية ضد سكان غزة المحاصرين. الزيارة أعتقد أنها تأتي لتقديم الدعم من جديد، لأنه تبين اليوم أن الكيان الصهيوني بدون دعم غربي، بدون دعم امريكي على راسهم دعم امريكي لن يستطيع فعل شيء. وبالتالي اعتقد هذه الزياره هي في شق معين يتعلق بتعديل تقديم الدعم لدوله الكيان، لتقديم الدعم المعنوي والسياسي. ماكرون وإن تخفى وراء تصريحات للبهرجة الإعلامية، زيارته تضاف إلى من سبقوه كالرئيس الأمريكي والمستشار الألماني، وتصب كلها في منح غطاء سياسي لكيان صهيوني يمارس هولوكوست حقيقي ضد أطفال ونساء لا حول ولا قوة لهم. اليوم الغرب أجمعوا على أنه منطق القوة هو الذي مفروض في الواقع، والغرب أجمع على أنه لابد من إبادة المنطقة، إبادة سكان إقليم غزة، وهذا ما يؤكد رغم فتح بعض الشيء لمعبر رفح لإدخال بعض المساعدات الإنسانية، لكن التي لا تعتبر لا حدث مع حجم الكارثة وحجم المعاناة الداخلية في قطاع غزة. دعم ماكرون وغيره من القادة الغربيين للكيان الصهيوني يصطدم مع غليان الشعوب في كل الأصقاع ضد جرائم الحرب التي تمارس ليل نهارا في غزة، مما يجعل محاولاتهم اكتساب أوراقا لصالحهم على حساب دماء الأطفال ضئيلة.